تمادى الذهلي في التشنيع على البخاري والهجوم عليه، لدرجة أنه منع طلبة الحديث من الجلوس إليه، ثم ألزم كل من يحضر مجلسه، يقول اللي يحضر مجلسي لا يجلس البخاري. طبعا كان ممن يحضر مجلس محمد بن يحيى الذهلي من الإمام مسلم وأحمد بن سلمة، أئمة هؤلاء. طبعا لما تكلم محمد بن يحيى الذهلي وقال من يعني يحضر مجلس البخاري لا يحضر مجلسنا، قام الإمام مسلم رحمة الله عليه، وقام أحمد بن سلمة. وقيل بأن الإمام مسلم روى عن محمد بن يحيى 4000 حديث فرماها عليه، لأنه ظلم وجور. كيف أرضى بالظلم؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. طبعا لما قام مسلم وأحمد بن سلمة، كان لقيام هذين العملاقين وقعه الشديد على نفس الذهلي، مما جعله يزداد في هجومه على الإمام البخاري، حتى قال لا يساكنني هذا الرجل، ما أجتمع أنا وإياه في مدينة. وبدأوا يغرون به الجهال والسفهاء، ويتعرضون للإمام البخاري في الطريق يؤذونه بالقول يا جهمي يا جهمي، مما اضطره إلى أن يخرج من البلد ويتركها لأهلها. خرج من البلد، وتذكر كلمة الإمام أحمد رحمة الله لو بقيت في العراق في بغداد. طبعا الإمام البخاري رحمة الله عليه له كلمة عجيبة سبحان الله، لأنه كان يتوقع مثل هذا الحدث. يقول لا يسلم عالم متقدم على أقرانه من 3 أمور: طعن الجهلاء، وملامة الأصدقاء، وحسد العلماء. وهذا عين ما جرى له رحمه الله تعالى. طبعا الذهبي مؤرخ الإسلام لما ذكر المحنة، محنة الإمام البخاري، قال كلاما جميلا حقيقة يسلي النفس. يقول كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، وما ينجو منه إلا من عصم الله. وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين. أحمد بن سلمة من تلاميذ البخاري يقول دخلت على البخاري فقلت يا أبا عبد الله، هذا رجل مقبول بخراسان، خصوصا في هذه المدينة. يقصد من؟ يقصد محمد بن يحيى الذهلي، شيخ أيضا أحمد بن سلمة، لكنه تركه. يقول يا أبا عبد الله، هذا رجل مقبول بخراسان، خصوصا في هذه المدينة، وقد لج في هذا الحديث حتى لا يقدر أحد منا أن يكلمه فيه، فما ترى؟ يقول فقبض البخاري على لحيته ثم قرأ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم إنك تعلم أني لم أرد المقام بنيسابور أشرا ولا بطرا ولا طلبا للرياسة، وقد قصدني هذا الرجل، يقصد الذهلي، حسدا لما آتاني الله لا غير. ثم قال لي يا أحمد إني خارج غدا لتتخلصوا من حديثي. قال يا أحمد إني خارج غدا لتتخلصوا من حديثه لأجلي. فقال أحمد بن سلمة فأخبرت جماعة من أصحابنا بخروج الإمام فوالله ما شيعه غيري. سبحان الله العظيم، إرهاب يعني حصل أي واحد يقترب من البخاري يقصفه قصفا. يقول فوالله ما شيعه غيري وكنت معه حين خرج من البلد. طبعا لما رجع البخاري من نيسابور إلى بلده بخارى الذي فيها ولد وعلى أرضها درج، بلده الأصلي، طبعا نصبت له القباب على مسافة فرسخ. فرح أهل بخارى برجوعه، وخرج الناس لاستقباله، ونثرت الدراهم والدنانير، واستقر بها مدة، إلى أيضا حدثت، تذكرون القصة بينه وبين والي بخارى الذي طلب منه أنه يأتي ليقرأ الحديث في بيته، وقال البخاري أنا لا أذل العلم، وإذا أنت أمير إذا أحببت أن يعني تمنعني حتى يكون لي عذر عند الله سبحانه وتعالى. طبعا قيل بأن محمد بن يحيى الذهلي لم يترك البخاري، وإنما بقي يلاحقه، وأرسل رسالة إلى هذا الوالي الذي تقريبا هم من قبيلة واحدة، ويعني يذكر بأنه من الضروري تركه ويعني عدم إتاحة المجال له. طبعا الإمام البخاري دعا عليه، سبحان الله، ما دعا على شيخه محمد بن يحيى الذهلي، ما دعا، قال وأفوض أمري إلى الله. أما هذا الأمير دعا عليه
حتى ذكروا في سيرته بأنه ما مضى شهر حتى عزل هذا الأمير وسجن، وطيف به في البلد على أتان، ونكل الله تعالى بكل من سعى في إيذاء الإمام البخاري رحمه الله تعالى. طبعا أهل سمرقند سمعوا بالقصة وكتبوا للإمام البخاري يدعونه، فسار إليهم بعد خروجه من بخارى، وبلغه وهو على مسافة فرسخين من سمرقند أن أهلها اختلفوا بسببه. سبحان الله العظيم، يعني عجيب، يعني التاريخ يعيد نفسه. قالوا له تعال، لكن رمى أحد كلاما بأن محمد بن يحيى لا يرى البخاري ويقول يتهمه بكذا، فانقسم الناس ما بين محب مريد للإمام البخاري وما بين شانئ يقول لا نريده، فاختلفوا بسببه. ولذلك منهم من يقول يدخل ومنهم من يقول لا يدخل. طبعا البخاري كره هذا الأمر، يعني أصبح الآن محل امتحان للناس، فنزل بقرية اسمها خرتنك عند أبي منصور غالب بن جبريل الخرتنكي السمرقندي.